بُص، لو أنت بتفتح الكتاب وتحس إنك تايه وتقعد بالساعات عليه وبعدين تحس إن اللي خلّصته أقل من اللي باقي ولسه كتير قدّامك، فتقوم قافل الكتاب وتلم الورق وأنت حاسس إن التوتر هيخنقك وإنك مش هتجيب مجموع. أحب أقول لك أنت مش لوحدك وده مش معناه إنك فاشل، ده معناه إن طريقة المذاكرة اللي بتستخدمها مش مناسبة ليك. وفي الفيديو ده هاقول لك إزاي تذاكر بذكاء مش بكمية، وإزاي تبدأ حتى لو ما لكش نِفْس، وكل ده من غير ولا كلام مكرر ولا تنظير. أنا مرّيت بالكلام ده كله زيك كده بالضبط، بس اتخرجت من الجامعة بامتياز وكنت باساعد كتير من زمايلي الحمد لله. فلو عايز تعرف كل ده وأكتر خليك معايا وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ. لازم تعرف إن المشكلة مش فيك، المشكلة في النظام اللي أنت ماشي عليه. ناس كتير هتقول لك اعمل جدول وامشي عليه وابدأ مذاكرة من بدري، بس ما حدش بيقول لك تعمل ده إزاي، وما حدش طريقة استيعابه زيك ولا الوقت اللي محتاجه قدك، فهو كل واحد مختلف عن التاني، والفكرة هنا إنك تقرر لنفسك أنت هتعمل إيه. يعني أنت مش محتاج تذاكر 10 ولا 12 ساعة في اليوم، أنت محتاج تذاكر صح. أصعب لحظة في المذاكرة هي البداية، إنك تقعد أخيرا وتفتح الكتاب، ما تستناش الساعة تبقى رقم مظبوط عشان تبدأ، وأنا كنت بتعصب جدا بصراحة من الناس اللي بتعمل كده. ما تستناش تدخل في المود وتعمل كوباية الشاي والقهوة الرايقة وتحضر سناك والكلام ده كله بعد كده تروح تقعد، لا أنت بس ابدأ. قول لنفسك 5 دقايق بس أشوف المنهج بيقول إيه، ولو زهقت هقوم. وابدأ بأسهل حاجة في المنهج، مش لازم تمشي بالترتيب، لو في محاضرة أو درس معين معروف إن هو أسهل حاجة في المنهج ابدأ بيه. حرفيا ده اللي أنا عملته وأنا بكتب سكريبت الفيديو ده. الساعة كانت 1 بالليل وماليش مزاج خالص وبقول خلاص هسيب الموضوع لبكرة، بس قررت قلت بس خليني أبدأ كده أما أشوف السكريبت بيقول إيه. كتبت شوية في بتاع لقيتني خلصته. ليه؟ عشان بس اديت لنفسي فرصة أبدأ. كمان وقت ومكان المذاكرة مهم جدا، في ناس بتحب تذاكر الصبح بدري وناس بتحب تذاكر بالليل، بس انت شوف ايه اللي يريحك واعمله. بس الأفضل لو قبل الامتحان في أيام فاضية انت ما وراكش حاجة ومش هتنزل من البيت، تصحى من بدري تروح أوضة فاضية تماما، تفتح الشباك تخلي النور يدخل، ده هيفوقك ويديك طاقة انك تبدأ يومك ودماغك لسه صافية ما انشغلتش بأي حاجة في الحياة. طب ايه الطرق اللي ممكن تستعملها عشان تخلي مذاكرتك أفضل وأسهل؟ أنا هنا هقولك على 3 طرق كنت بستعملهم وبعمل ميكس ما بينهم على حسب المود وعلى حسب المادة اللي أنا باذاكرها محتاجة إيه. ممكن تكون سمعت قبل كده عن تقنية البومودورو اللي هي 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق راحة، وتفضل على كده لحد ما تخلص مذاكرة خالص. بس لو طبقتها بالطريقة دي هتزهق وعمرك ما هتاخد 5 دقايق بس راحة بجد، خصوصا لو أنت الراحة بتاعتك فيها موبايل يبقى أنت كده ضيعت يا صاحبي. جرب الطريقة دي أحسن. أنت هتجيب المنهج بتاعك تشوفه عامل إزاي، هتقسمه لأجزاء، مثلا كل محاضرة لوحدها أو كل درس لوحده، ولو في محاضرات طويلة ممكن تقسم المحاضرة دي كمان لأجزاء وهتحط جايزة بعد كل جزء. يعني مثلا أنت عندك منهج عبارة عن 10 محاضرات وأنت معاك يومين تذاكرهم، ولقيت إن المنهج ده عبارة عن 7 محاضرات سهلين و3 محاضرات صعبين، هتقوم مقسمهم إزاي؟ هتيجي أول يوم تذاكر ال7 السهلين، وتخلي تاني يوم ال3 الصعبين ومعاهم المراجعة. كده أنت قسمت المحاضرات. هتحط بقى بعد كل محاضرة جايزة، ممكن تقول مثلا بعد المحاضرة الأولانية اللي هي كانت سهلة أنا هقوم أعمل كوباية عصير وساندوتش واتفرج على موست على اليوتيوب، بس بشرط انك تخلي وقت الراحة ده محدود ومعلوم ومحدده من قبل كده، ما تسيبهوش مفتوح على البحري. وبعد كده تنقل على اللي بعده وهتفضل تحط جايزة لكل محاضرة تخلصها، بس خلي بالك ان الجايزة ما تكونش تضيع وقتك، هي عشان تفصل شوية وترتاح. يعني مثلا بعد المحاضرة التقيلة ممكن تخلي جايزتك انك تلعب جيمين 3 فيفا كده او بابجي او اي لعبة انت بتحبها، بس ما تطولش قوي، يعني لو لعبة الجيم بتاعها بياخد نص ساعة مش هتلعب 3 ايام يعني. الطريقة دي هتشجعك تذاكر وتخلص اللي وراك عشان تاخد الجايزة، ولما تخلص حاجة هتحس بالرضا فتكون عايز تخلص اكتر واكتر. بس تاني هقولك لازم تاخد بالك جدا وما تسرحش في وقت الراحة، هي جايزة بسيطة مش تضييع وقت. والطريقة التانية هي طريقة المذاكرة النشطة، هتقرا المعلومة تقفل الكتاب وتسأل نفسك عن اللي ذاكرته، حاول تجاوب على قد ما تقدر وجاوب بصوت عالي، أو لو في وقت معاك حاول تكتب الإجابة على ورقة هتثبت معاك أكتر. بعد كده تفتح الكتاب تاني وتقارن بين اللي أنت جاوبته واللي مكتوب في الكتاب. طبيعي جدا يكون في أغلاط، بس ده بالظبط اللي احنا عايزينه، لأن الحاجة اللي أنت غلطت فيها دي أنت بتحفرها في دماغك. افتكر أنت كم مرة جالك سؤال في الامتحان ومعرفتش تجاوب عليه، ولما طلعت من الامتحان وسألت زمايلك وعرفت منهم الإجابة فضلت محفورة في دماغك، لدرجة إنه لمّا اتكرر تاني في امتحان آخر السنة أول حاجة عملتها إنك ابتسمت وجاوبت عليه. الطريقة دي حلوة جدًا للأجزاء التقيلة واللي حفظها صعب، لإنها بتحفر المعلومة في دماغك وبتخليك عارف تجاوب عليها حتى لو جات بعدين. طريقة التكرار المستمر، والطريقة دي أكتر طريقة أنا باحبها، لإن على أيامي كان وقت الكورونا وبعد الكورونا 90% من الأسئلة كانت اختيار متعدد. الطريقة دي بتنفع أكتر حاجة لو المنهج مش طويل أو معاك أيام كتيرة قبل الامتحان. لو مثلًا عندك 3 أيام قبل الامتحان هتيجي أول يوم تقرا المنهج كامل بس قراية بتركيز، وهتحط علامة أو خط تحت الحاجة اللي أنت معرفتهاش أو حاسس إنها صعبة. هتيجي تاني يوم تقرا المنهج كله تاني بس هتركز أكتر على الحاجات اللي أنت ما فهمتهاش أو الحاجات اللي أنت علمت عليها. وتالت يوم بقى هتبدأ تحل أسئلة وامتحانات قديمة، والسؤال اللي تحله غلط هترجع تراجع الجزئية بتاعته تاني
بس هتراجعها كاملة، يعني هتراجع الصفحة كلها أو الجزئية كلها مش بس المعلومة اللي في السؤال. ولو لسه في وقت بعد الكلام ده كله، اقرا المنهج تاني مرة قراية سريعة كأنك بتقرا بوست فيسبوك اللي هو بعينك كده. بنسبة كبيرة هتلاقي مخك عارف الكلام ده، بس انت هنا بتثبته. انا حرفيا كان بيبقى باقي ساعتين بس على الامتحان وقاعد بقرا المنهج كله من الاول تاني عشان اتاكد ان انا 100% مثبت المعلومه. اللي بيحصل بقى لما تعمل الطريقه دي، انت كده حولت المعلومه من الذاكره المؤقته للذاكره الطويله المدى، لدرجه انك لو كنت عملت الطريقه دي وقت امتحان المترم او الامتحانات الشهريه، كنت هتلاقيك دلوقتي مش عايز تذاكر الكلام ده تاني، ومجرد هتقرا قرايه سريعه بس عشان تنشط الذاكره عندك. بس مهما كانت الطريقه اللي اخترتها، سواء هتطبق طريقه من اللي انا قلتهم او عندك طريقه خاصه بيك بتحب انك تشتغل بيها، افتكر انك لو خدت الموضوع بجدية ومشيت خطوة بخطوة وحاولت تحسن من طريقة مذاكرتك، هتلاقي نفسك تلقائيا بتذاكر احسن وليك نفس انك تذاكر من غير ما تحس بقى انك مخنوق ولا كاره المذاكرة. وزي ما قلت لك، هم 5 دقايق بس يا عم، جرب وهتدعيلي. وقول لي في الكومنتات انت بتحب تذاكر ازاي، ولو حسيت انك استفدت من الفيديو ابعته لواحد صاحبك يمكن تنقذه من الزنقة اللي هو فيها. كان معكم مستر، وسلام.